مايندفولنس فلوج جديد هنقضي فيه يوم سوا وانا بطبق الوعي في اكلي وحياتي كلها. النهارده كمان هقول لكم ازاي بتعامل مع مشاعري عشان ما اروحش للاكل العاطفي، وكمان هنروح السوبر ماركت سوا وهقول لكم شويه تيبس اند تريكس عن المنتجات اللي انا بشتريها. فكملوا الفلوج للاخر، ولو مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتدعموني بان انتوا تعملوا لايك وشير وكومنتس. النهارده صاحيه مش هخبي عليكم، مش في مود كويس وعاوزه اكمل نوم تاني، بس ورايا مسؤوليات ولازم اكمل، زي اني احضر بنتي الحضانه واننا نعمل اللانش بوكس. اول فكره بتيجي في مخي لما بصحى في مود مش كويس زي النهارده كده هو انه يلا نهرب من الاحساس ده. وعارفين ايه اسهل طريقه ان احنا نهرب بيها من الاحساس اللي احنا حاسينه؟ هي اننا ناكل. زمان قبل ما اصلح علاقتي بالاكل وافهم مشاعري كنت بستجيب للرغبه دي واروح فعلا للاكل علشان اهرب من مشاعري، لكن دلوقتي اتعلمت ان انا افهم مشاعري وان اسميها، وان افهم ان المشاعر بتروح وتيجي، هي مش حاجه مستدامه مش هتفضل معايا طول الوقت، وعادي ان انا اقعد الاحظ المشاعر دي واستنى ان هي توصل للبيك بتاعتها وبعد كده هتنزل تاني، لان المشاعر عامله زي الموجه بتطلع لحد فوق خالص لحد ما توصل لاقصى نقطه فيها وبعد كده تنزل على مفيش. لو انا كنت استجبت لفكره ان انا اهرب من مشاعري واروح للاكل كنت هزود فوق المشاعر السلبيه دي احساس بالذنب وتانيب الضمير ان انا كلت وانا اصلا مش جعانه، وكمان هبقى كلت اكتر من احتياج جسمي، لان اكيد في اللحظه دي هكون مش متصله مع جسمي وهاكل كميه اكبر بكتير من اللي انا محتاجاها. والمشاعر دي مش بس بتجيلنا في اول اليوم، احنا بنحس بمشاعر كتير جدا خلال اليوم، وافكار ان احنا نهرب من المشاعر ونروح للاكل هتجيلنا كتير، خصوصا في بدايه وانتي بتصلحي علاقتك بالاكل. بس في كل مره مش بتستجيبي للرغبه الملحه دي انك تروحي تاكلي بتخلي قوه الرغبه دي تضعف وبتنتصري عليها. فانا ما استجبتش للرغبه دي وما هربتش من مشاعري، بدات يومي عادي زي ما ببدا دايما. حضرت بنتي للحضانه وبعدها قعدت اقرا شويه كده في هدوء مع نفسي، وقمت حضرت نفسي اليوم وعملت السكين كير بتاعي وعملت الماتشا اللي لازم ابدا بيها اليوم وحضرت الفطار بتاعي المعتاد. ومع الوقت كده وانا قاعده شغاله حسيت ان انا مودي بدا يتحسن ورجعت في نفس الطاقه اللي انا بكون فيها دايما. فما تستجيبيش للرغبه الملحه دي واقعدي مع مشاعرك لحد ما توصل لاقصى نقطه فيها وبعد كده هتنزل لوحدها. هروح بقى اجيب إلا من الحضانه والحمد لله الشمس كانت طالعه. انا لما بشوف الشمس بفرح قوي، بحس كده ان انا بستمد طاقتي منها. ما تنسوش انكم تتحركوا وتخرجوا بره البيت وتتعرضوا للشمس عشان تزودوا السيروتونين في جسمكم اللي اتكلمنا عليه في الفلوج اللي فات. حقيقي المشي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني ان انا اهدى وانظم المود بتاعي، ويا سلام بقى لو كمان الشمس طالعه يبقى انا كده ملكت الدنيا وما فيها. تعالوا بقى نروح السوبر ماركت سوا واوريكم الحاجات اللي انا هشتريها واقول لكم شويه تيبس اند تريكس عن الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده. يا جماعه انا الفتره دي مهووسه بالزرع، كل مره اروح فيها السوبر ماركت لازم ارجع بزرعه جديده. وعلى فكره وجود الزرع في البيت وانكم تهتموا بيه كمان بيساعد ان انتوا تقللوا من التوتر والضغط وتبقوا اهدى واروق. ندخل بقى على الحاجات اللي انا اشتريتها. كنت عاوزه اجيب اسبارجس اللي هو بالعربي الهليون تقريبا، انا ما جربتوش قبل كده بس سمعت انه الابيض طعمه احلى فجبت منه وهجربه واقول لكم رايي. اخدت كمان جزر عشان عايزه اعمل كاروت كيك، هصور لكم ان شاء الله الطريقه وانزلها لكم لان هي فعلا خطيره وطعمها حلو جدا، وكمان المره دي ناويه ان انا اعمل فيها تغيير كده عن كل مره بعملها وعن الطريقه المعتاده اصلا للكاروت كيكس، فاستنوها بقى في الفلوج الجاي. وبالمناسبه يا بنات انا بنزل دلوقتي فيديو كل يوم سبت الساعه 6 بتوقيت القاهره، فاستنوني كل يوم سبت. وطبعا لازم اجيب عنب كل مره اروح فيها السوبر ماركت، بستخدمه في ايه يا ترى؟ ها انتوا هتقولوا. اخدت كمان تمر عشان بحب احلي بيه البان كيكس لبنتي، وطبعا فيه الياف كتير اكتر من السكر العادي، وكان فيه برضو مشمش مجفف بس انا اخدت من التين المجفف لان التين فيه الياف اكتر من المشمش. الاتنين حلوين والاتنين فيهم فيتامينات ومعادن مفيده للجسم، بس انا بفضل اني اخد حاجه يكون فيها الياف اكتر، والتين فيه تقريبا ضعف الالياف الموجوده في المشمش. اخدت كمان من اللحمه المفرومه وبحب اخد من النوع ده لان بيكون فيه دهون 5% بس، بحب اجيب دي وانا بقى احط الدهون بالكميه المناسبه ليا وانا بطبخها. جبت كمان سردين بحبه قوي وبحب اجيبه عشان افصل كده من اللحمه والفراخ. ده بقى سكيا زي الزبادي اليوناني كده بجيبه بالفواكه لبنتي، ولو انتوا كمان بتحبوا الزبادي بالفواكه دايما بصوا على الليبل اللي ورا وشوفوا فيه كام بروتين وكام سكر. دي هنا مثلا فيها 9 جرام بروتين و8 جرام سكر، الزبادي العادي بيكون فيه 3.5 جرام بروتين بس وسكر اكتر من كده طبعا، فخدوا بالكم. كمان جبت تساتسيكي يوناني دي بحب احطها جنب الفراخ والكفته المشويه بتكون طعمها حلو قوي، وبرده كميه البروتين الموجوده فيها معقوله جدا. كمان جبت خضار مجمد، وعلى فكره الخضار المجمد بيكون كويس جدا وبيكون متقطع جاهز فبيوفر علينا وقت كتير. اهم حاجه ان انتوا تبصوا على المكونات ورا وتتاكدوا ان هي معلهاش اي اضافات، يعني هنا البروكلي ده مثلا معلوش اي اضافات خالص فبحب اجيبه لانه متقطع جاهز وسهل قوي على الاستخدام، فمش لازم نعسف نفسنا، بنجيب حاجه سهله وبتوفر علينا الوقت. وبس كده خلصنا السوبر ماركت، نرجع بقى على البيت تاني احضر القهوه بتاعتي واشوف ممكن اكل معاها ايه. وبالمناسبه صح القهوه دي كاف، فانا المصدر الوحيد في يومي للكافيين هو الماتشا. عندي خضار عاملاه على البخار فهاخد منه شويه، بروكلي قرنبيط جزر وبسله
الوان كتير يعني فوايد كتير، ومعدتي هتبقى مبسوطه قوي. واخدت معاهم زوا كراوت، وهاخد كمان موتزاريلا فريش، بحب القوام بتاعها قوي وطعمها لذيذ وتغيير عن الجبنه القريش اللي انا باكلها دايما. اخدت كمان شويه توت، كتري في الالوان والالياف على قد ما تقدري ودلعي الطبق بتاعك كده انت كمان. ضفت كمان شويه كاتشب بحبه جدا مع الخضار، واخدت كمان شويه شيبس، وطبعا حبيبه قلبي الشوكولاته. وده شكل طبقي المتوازن المليان عناصر غذائيه لجسمي ومشبع جدا جسديا ونفسيا بالنسبه ليا. بعد الاكل قعدت اقرا شويه، وبرده القرايه من الحاجات اللي بتهديني جدا وتساعدني ان انا افهم مشاعري ومبقاش اندفاعيه واستجيب للرغبه الملحه للاكل العاطفي. شويه بقى تنظيف وحركه في البيت. وبالمناسبه الحركه في البيت والتنظيف يعتبر نوع من انواع الرياضه، يعني انا لو قعدت اتحركت في البيت مثلا لمده نص ساعه بلاقي نفسي عملت 2000 خطوه، فده حلو جدا كاني مشيت برده نص ساعه. فاتحركوا في البيت كتير وما تبقوش كسلانين. اخدت بعد كده مشروب اعشاب اسمه هاجا بوتا، انا ترجمتها طلعت معناها ثمر الورد. الالمان بيحبوها علشان هي مضاد للالتهابات، وكمان فيها انتي اوكسيدنتس وفيها فيتامين سي. حسيت اني جعانه والعشاء لسه قدامه ساعه، فعملت لنفسي يوجرت بول تانية. العشاء بقى هاخد شويه خضار تاني زي الصبح، وهاخد شويه من التساتسيكي اللي انا جبتها من السوبر ماركت النهارده، وكمان هاخد من الصوص ده عجبني قوي اسمه تشيلي تشيز ناتشوز، وشويت فراخ في الاير فراير وعملت جنبها بطاطس. طبق لو ما فيهوش الوان كتير بالمنظر ده ما ببقاش مبسوطه خالص. وبعد العشاء اخدت قهوه ومعاها شوكولاته. وبس كده، اتمنى يكون الفلوج عجبكم، واستنوني كل يوم سبت الساعه 6 بتوقيت القاهره. stay mindful، واشوفكم الفيديو الجاي.